عدوك الأول في الحياة لو قدرت تهزمه هتكون أنجح مخلوق في الأرض كلها. في ناس بتسمعني دلوقتي هتفتكر إن عدوها الأول هو الفقر أو الظلم أو الحظ النحس، ويمكن كمان أصحاب السوء أو اللي خذلوهم، ويمكن المخدرات أو السجاير، ويمكن الستات، ويمكن العادة السرية. بس أحب أقول لك بقى يا ريس إن ولا حاجة من دول. عدوك الحقيقي اللي مدمر لك حياتك كلها مش حاجة خارجية، مش حاجة من بره يعني. عدوك طالع من جواك انت، مش الشيطان برضه، لا. ايوه، انت عدو نفسك. وقبل ما تنصدم وتقول ازاي ايه اللي انت بتقوله ده يا محمود، تعالى بالراحة كده وانا فاهمك. بص يا صاحبي، عدوك هو صوتك الداخلي، صوت الكسل والخمول والتسويف اللي بيقولك طول الوقت: من بكرة هبدأ مذاكرة، من بكرة هروح الجيم، من بكرة هبدأ أعمل رجيم، من بكرة هصلي. أحب أقولك إن بكرة ده مش هيجي أبدا. والله يا ابني ما هو جاي، مش هيجي. أقسم بالله ما هو جاي. مفيش حاجة اسمها بكرة. كل ما بكرة يجي هتقول بكرة برضه، وهتتنك تقولها لآخر يوم في عمرك. العدو اللي جواك ده لو ما انتصرتش عليه دلوقتي حالا بعد ما تسمع كلامي ده هتنضرب بحياتك كلها بالجزمة. المصيبة ان الصوت اللي جواك ده بتاع بكرة بيشككك في نفسك كمان، بيخليك زي الخواجة كده، بتفقد ثقتك بنفسك وبيدفنك وانت حي. وتبص تلاقي نفسك عديت ال30 وال40 وما عملتش اي حاجة في حياتك. لو عايز تهزم العدو ده قوم دلوقتي اتوضى وصلي ركعتين واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وابدأ في اللي انت عايز تنجز فيه وتبدأ فيه. ما تستناش بكرة، انا بقول لك اهو، والله العظيم ما في بكرة. ابدأ دلوقتي وتعلم وانت في الطريق، ما تستناش لما تكون جاهز عشان تبدأ، عشان عمرك ما هتكون جاهز اصلا. وخد النصيحة الذهبية دي: اي حاجة هتبدأ فيها ابدأ فيها اول لما تصحى من النوم. خليها دايما اول حاجة في يومك وانت لسه في عز طاقتك ونشاطك، وهتدعيليش. واوعى تكون فاكر ان لسه عندك وقت، انا بقولك مفيش وقت. وهثبت لك بكلامي كمان. ارجع كده بالذاكرة لأيام الحضانة والابتدائي، من سنين طويلة قوي، صح؟ يمكن من 20 ويمكن من 30 سنة ومن 35 كمان. بس انت حاسس انهم زي ما يكونوا لسه امبارح. انا بقولك مفيش وقت، والزمن سيال ما بيتمسكش. فالحق نفسك وابتدي من دلوقتي الحاجة اللي انت عايز تبتدي فيها. لو شايف انك استفدت من كلامي وحرك حاجة جواك، ما تنساش لاخوك اللايك والاشتراك وتعليق حلو منك يرفع الفيديو.